هل يزور الموت شخصاً في أسعد لحظاته؟ كيف يتحول يوم الميلاد إلى يوم الوفاة؟ صدمة هزت الوسط الفني التركي والعربي اليوم برحيل الممثلة الشابة إيجي آرتم. فور انتشار الخبر، اشتعلت السوشيال ميديا بالشائعات. هل انتحرت النجمة المحبوبة؟ إيجي آرتم من الوجوه اللامعة بالدراما التركية. درست الأوبرا قبل التمثيل، وعرفها الجمهور العربي بدورها في التفاح الحرام والسجين. لكن نجاحها الأكبر كان شخصية إيشيل في شراب التوت المتصدر حالياً. المفارقة الموجعة أن وفاتها جاءت بعد عيد ميلادها 35 بيوم واحد فقط. بالأمس كانت تتلقى التهاني وتشكر جمهورها، واليوم تحولت التبريكات إلى تعازي. في 15 من يونيو عثر على جثتها داخل منزلها ظهراً، ومع انتشار الشائعات خرج محاميها أغور جوكيون ببيان عاجل. أكد المحامي أن الوفاة حدثت ظهراً وكانت والدتها معها بالمنزل. التحقيقات الأولية تشير لنوبة قلبية مفاجئة، ولا صحة لشائعات الانتحار. السلطات بانتظار تقرير التشريح النهائي. رحلت إيجي في عز شبابها، تاركة صدمة كبيرة. رحمها الله وألهم أهلها الصبر. ما رأيكم برحيلها المفاجئ؟ شاركونا بالتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك.